شله يا ساغة، أكتر مكان بحبه وبكرهه. بس المرة دي مفيش مفارقة يا أمه. يا أخويا لما كان ما يتبكيش عليه الساغة من غير ماهر رضوان بعد عنك، قبور مترصصة جنب بعضها بشواهد ذهب. وديني بيتي يا ابني. يلا حبيبتي يلا. مش قادرة أبص في وشوشهم العكرة. ما تقلقيش يا أمه، كلهم هيخشوا كحرم ومش هيطلعوا منها تاني. خش يا أمه. ليه كده يا شيمي؟ أنا أخوك يا شيمي. خد الذهب، خد اللي أنت عاوزه، خد فلوسي كلها. بيحاول صاحبك الحارس. خد الهدية يا شيمي واخرج بيها هي وعبد الله. حرام عليك يا عم. خد أمك واخرج يا عبد الله. يا أم عبد الله بتستهدي بالله كده؟ معلش، أنا يوم ما خرجت من هنا وأنا حالف لرجعك تاني فوق الكل. تعالي افرجك على البيت. انا خليتهم يشطبوه بس ما رضيتش احط رجلي فيه غير وانا معاكي. روح شوف شغلك، متقلقش عليا. انا بس عايزه اقعد لوحدي شويه. بالك يا عبد الله، انا عينيا اللي هي شايفه حيطان ولا عفش. معلش يا حبيبتي، انا عارف ان الموضوع صعب عليكي بس ده بيتك. ده انا روحي ردت لي لما رجعت البيت اللي اتجوزت ابوك فيه واللي خلفتك فيه. وتري ردة الروح في الجسم بتوجع زيها زي طلوعها بالظبط.